كان مروان بيحب يجمع الحاجات القديمة. في يوم وهو ماشي في سوق المستعمل لفت نظره ساعة حيطان قديمة شكلها غريب جدا، معدن صدئ وعقاربها واقفة على 3/7. الراجل اللي باعها له قال بخوف: خدها ببلاش، بس ما تشغلهاش بالليل. مروان ضحك وقال: انت بتخوفني ولا ايه؟ ورجع بيها البيت وعلقها في الصالة. الساعة كانت عادية طول اليوم، لكن أول ما الساعة ضربت 12 بالليل بدأت العقارب تتحرك لوحدها وترجع تاني على 3/7. مروان فكر إن ده خلل بسيط، لكنه لاحظ حاجة أغرب. كل مرة العقارب توقف على 3/7 يسمع صوت خطوات بطيئة جاية من الممر، كأن في حد ماشي ناحيته. في الليلة الثالثة قرر يصور اللي بيحصل. جهز الكاميرا وفضل صاحي مستني. الساعة دقت 12 وبدأت العقارب تدور بسرعة غريبة جدا، كأنها بتعد وقت بالعكس. الهواء في الشقة بقى تقيل والأنوار بدأت تضعف، وفجأة الساعة وقفت على 3/7. مروان مسك الموبايل ووجه الكاميرا ناحية الساعة، لكن في الكاميرا ظهر ورا الساعة وش باصص عليه من جوه الإزاز. وقع الموبايل من إيده، ولما حاول يخلع الساعة من الحيطة الإزاز اتكسر وخرج منه دخان أسود بارد جدا. فضل يتحرك لحد ما وقف وراه. آخر حاجة سمعها قبل ما النور يطفي كانت صوت دقات الساعة جوه ودنه. تاني يوم الجيران بلغوا إن في صوت دقات ساعة غريبة شغالة طول الليل من شقته، بس لما البوليس دخل الشقة كانت فاضية تماماً والساعة لسه شغالة واقفة على 3/7.